لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك وآلك يا سيدي ويا مولاي، يا خير خلق الله، يا رسول الله. صلى الله عليك وآلك يا حبيب الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفوي دفنت سرا وظلمت جهرا. مظلومية نهار جهار، يحمل الحطب ويقال له أتحرق دارا فيها فاطمة؟ قال وإن. بينما تقبر بنت رسول الله ليلا تدفن سرا. تعفيت يا ربع أحبتي بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفوي. رمتها سهام الدهر وهي صوائب بشجو إلى أن جرعت غصص الحتف. شجاها فراق المصطفى واحتقارها، أهينت واستخف بها واحتقارها لدى كل وغد في خلائقه جلفي. لقد بالغوا في هضمها وتحالفوا عليها وخانوا الله في ذلك الحلف، وما ورثوها من أبيها. ولماذا منعت؟ تقول أأمنع إرث أبي؟ نعم، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ يعني شو المانع أنت أبوك يموت وترث منه وأنا بل ما أرث من أبيه؟ أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ أخصكم الله بآية أخرجني منها، أم أنتم بعموم القرآن وخصوصه أعلم به من أبي وابن عمي؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ يعني يصل الأمر إلى أنه تصورون أن فاطمة مفارقة لأبيها في الاتجاه، في الطريقة، في المبدأ. إنا لله. شوف شلون الاعتداء، شوف شلون التطاول واصل إلى حد. وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف، فأبى
تسرح في الحشاء تعثر في الأذيال مثنية العطف وجاءت إلى الكرار تشكو اضطرابا وجاءت إلى الكرار تشكو اضطراما ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف أبا حسن يا راسخ الحلم والحجة إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزال بصولته بالروع يأتي على الألف أراك تراني وابن تيم والصبر. ايش عملوا الخساد؟ ايش سووا عديمين الوفاء؟ ايش سووا أهل الانحراف أنصار الوثنية؟ نعم أنصار الوثنية هذول ايش سووا وايش عملوا بالزهراء؟ أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف. بعد معذرة شيخنا الجديد معذرة ويلطم عيني الطائل ناصب العداوة لي بالضرب مني يستشير. قاعد يعصرها يضغطها بالباب يضغطها بالباب. هذا في عهده الذي كتب إلى معاوية لما يقول ومضينا إلى منزل المرأة التي سموها بسيدة النساء العالمين فاستقبلتني بوجه بصري نوره فرفعت يميني ولقمتها لطمة من ظاهر يعني يتباهى يفتخر بل يفتخر بجريمته النكراء. نعم هذا الوجه محترم عند أملاك السماء، هاي مخدومة الأملاك، هاي محترمة عند الله. هذا الوجه بنوره أزهرت السماوات والأرض. وإذا هذا يقول رفعت يميني ولقمتها لطمة من ظاهر خمارها احمرت عيناها وانكسر قرطها فصاحت يا رسول الله. ولما يجي إلى مأساة الباب معذرة شيخنا لما يجي إلى مأساة الباب يقول سمعت لها أنين. هذا في كتابه موجودها في كتابه اللي كتب إلى معاوية. يقول صرت أعصرها عصرا عنيفا سمعت لها أنين كدت ألين وأنفلت عن الباب فذكرت أحقاد علي وولوغه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره فرفعت رجلي وركزت الباب رأسه انكسر للأضلع واسقط الجنين فخرت منادية فضة يا رسول الله وللسياط رنة صداها في مسمع الدار فما أشجاها يا الله. هو لست أدري خبر المسماري سد صدرها سد صدرها سنة أسراري وفي جنين الولد ما يدمي الحشاء فهل لهم إخفاء أمر قد فجاء والباب والمسمار والدماء شهود
قد بغى الباغي على جنينها. وصار نتيجة الباغي لقد بغى الباغي على جنينها، فاندكت الجبال من حنينها. غرت وجاوز وجاوز الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، فاحمرت العين وعين المعرفة تجرف بالدمع على تلك الصفات. يا رسول الله، ولا يزيل حمرة العين حتى متى هذا الاحمرار يبقى؟ ولا يزيل حمرة العين سوائق السيوف يوم ينشر اللواء، وإن كسر الظل عليه وإن كسر الضلع سينجبر إلا بصدق